زلزال داخل جدران النادي الاهلي. واحد هيقول لي بتقول ايه اصلي؟ بقول لك زلزال داخل جدران النادي الاهلي زي ما سمعت وزي ما قريت في العنوان، واعتبر ان ده اول موضوع هنتكلم فيه يا كاريزما. تاني موضوع هنتكلم فيه وهو محمد رمضان يعيد هوية النادي الاهلي من جديد. كابتن محمد رمضان خد النهارده، بص بقى، خد كهربا في وشه، خد جماهير النادي الاهلي النهارده صدمه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. جماهير النادي الاهلي النهارده صحيت الساعه 7 الصبح، لقت عوده كهربا الى القاهره وغرامه 1,000,000 جنيه. فكابتن محمد النهارده خد قرار من العيار التخين قوي قوي قوي. اعتبر ان ده تاني موضوع هنتكلم فيه، وهنتكلم عن كواليس وهنتكلم عن كل تفصيلة فيه. تالت موضوع هنتكلم فيه وهو زلزال داخل غرفة خلع ملابس النادي الاهلي. وقبل ما نبدأ في اي حاجة يا كاريزما، لو انت اهلاوي اكتب عاش الاهلي، ولو انت زملكاوي اكتب عاش الزمالك، واهم حاجة تصلي على النبي وترزع اللايك يا كاريزما. صلي على النبي وارزع اللايك. اولا، الصوت تمام ولا ايه الدنيا؟ بس عشان نبدأ الكلام صلى على النبي كده. والصوت يا شباب تمام ولا؟ صوت يا شباب. طيب، على ما الناس تجمع كده هنقرا لك اولى قرارات كابتن محمد رمضان. اولا، قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا الى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم 1,000,000 جنيه من مستحقاته المالية نظرا لما بدر منه. كابتن محمد رمضان بص على السكة وعلى الدغري العين الحمراء ظهرت. وميزة من ميز كابتن محمد رمضان انه ما بيتكلمش. الراجل بيشتغل في صمت. يعني ايه بيشتغل في صمت؟ يعني ما بيتكلمش مع اللعيبة، هو قاعد بيشوف الوضع ده رايح فين وجاي منين. كهربا باختصار شديد اللي حصل بينه وبين مارسيل كولر امبارح بعد المباراة بيتعمل التمرينة خلصت، دخلوا اللعيبة مع مارسيل كولر وكابتن محمد رمضان يتناقشوا في كل حاجة حصلت في الملعب. كهربا اتكلم مع مارسيل كولر كمشجع. يعني ايه كمشجع؟ نفس الصيغة. قاعد امبارح شفت تشكيلة غريبة، ايه العك ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه التخريف ده؟ اتكلم مع مارسيل كولر بصيغة المشجع وليس اللاعب. اتكلم مع مارسيل كولر باسلوب غير لائق. اتكلم مع مارسيل كولر بحمية شديدة جدا جدا جدا. اتكلم مع كابتن محمد رمضان وهو بيكلمه اهدى يا كهربا، يا كهربا صلي على النبي. شوح للكابتن محمد رمضان، وكان الموضوع على مرأى ومسمع من لاعبين النادي الاهلي. اللي خلى كهربا بالشكل ده انه مشاركش في المباراة. ولكن هل ده مبرر ان كهربا يتكلم مع كابتن محمد رمضان ومارسيل كولر بالشكل اللي وضح بيه امبارح؟ لا، ده مدير فني عارف هو بيعمل ايه، عارف التشكيلة، هو اللي هيتحاسب عن اللعيبة اللي بتتحط، هو اللي هيتحاسب عن كل حاجة. هل كهربا يصح لي ان يكلم مارسيل كولر باسلوب غير لائق؟ من وجهة نظري الشخصية كل ما هو مخطئ يعاقب. كابتن محمد رمضان الساعة 7 الصبح كله نايم نن. صفحة النادي الاهلي الرسمية نزلت القرار ده. قرر كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا الى القاهرة، وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم 1,000,000 جنيه. اول مرة في تاريخ النادي الاهلي لاعب يتخصم له 1,000,000 جنيه. اقصى عقوبة كلنا شفناها كاهلاوية او زملكاوية، كابتن سيد عبد الحفيظ وقع على حسين الشحات في وقعة الشيبي 100,000 جنيه. رجع مجلس إدارة النادي الأهلي غلظ العقوبة ل500,000 جنيه، وده أكتر لاعب خد عقوبة.
كابتن حسين الشحات حته ان هو يوصل لنص مليون جنيه لسه. فده يعتبر اكبر عقوبه توقعت على لاعب في النادي الاهلي. النهارده بنشوف كهربا بيتوقع عليه غرامه مليون جنيه، ودي انا بصراحه شايف ان كابتن محمد رمضان سوف يعيد لاعبة النادي الاهلي والنادي الاهلي الى الطريق الصحيح. لاعبة النادي الاهلي كابتن محمد الشناوي وبعض اللاعبين الكبار في النادي الاهلي دخلوا الكابتن محمد رمضان: يا كابتن طب انت وقعت العقوبة على كهربا مليون جنيه، بعد اذنك شيلها خفضها. ابدا يا كابتن، يهديك يرضيك، ابدا. طب انت غرمت اللاعب، قعد اللاعب لحد ما نخلص مثلا المباراة القادمة مع نادي الزمالك وبعد كده هنرجع كلنا. ابدا، الموضوع انتهى شكلا ومضمونا مع كابتن محمد رمضان. كابتن محمد رمضان اجتمع مع اللعيبة: هتمشي عدل حبيبي اخويا، كفاءة، هتتنمرد، هتشوط الازازة، هتعترض على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، هتعمل اي اسلوب او اي حاجة خارجة عن نطاق غرفة خلع الملابس وخزقة للطبيعة وين بالسنابر، يعني هتاخد على وشك. اي لاعب هيمشي خلاف يمين شمال الاسواع هتشتغل، ومفيش بقى 50,000 و100,000 و200,000 زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيعمل وزي ما كابتن خالد بيبو كان بيعمل. فبالتالي كابتن محمد رمضان هو كان قاعد، بص كابتن محمد رمضان بيبقى قاعد على الدكة بيتكلمش، وقاعد بيفكر بقى ايه الدنيا جايه معاكوا في لبش، ده معناها الاتنين جايه معاكوا في حوارات وافلام، وهتعملي بقى اجتماعات وهتعملي بقى ايه رباطيه، ما بياكلش. عشان نبقى واضحين ودغري، كابتن محمد رمضان بيبقى قاعد لك على الدكه عارف كل لاعب بيفكر في ايه، وكل لاعب بيفكر ازاي، وكل لاعب سيستمه ايه. واحد هيطلع اهلاوي يقول لي بس العقوبه غليظه قوي، وكده جماهير نادي الزمالك هتحفل على كهربا، وكده كهربا كبش فدا. بقول لك ايه، انا على السكه وعلى الدغري. بتجات نادي الزمالك مش ساكته، عشان نبقى واضحين مع بعض. بتجات نادي الزمالك ماسكه كهربا ماده للضحك، ولكن علشان تيجي تظبط غرفه خلع الملابس في النادي الاهلي لازم تبقى الدنيا ماشيه ميري. يعني ايه ماشيه ميري؟ يعني ماشيه بالورقه والقلم. كابتن محمد رمضان انا بقولك ما بيتكلمش، ده راجل قاعد لك على الدكه حبيبي، وكفاءه تسمع الكلام وتمشي على قواعد ونظم واسس النادي الاهلي. محدش يفتكر ان كابتن محمد رمضان قلبه حنين، لا، كابتن محمد رمضان غيور جدا جدا جدا، اكتر من اي مشجع اهلاوي على النادي الاهلي. تخيل ان انت معاك بقى مدير كورة او مدير رياضي زي ما تسميه يمسك لك الورقة والقلم، وده اللي هيرجع لك هيبة النادي الاهلي من جديد. انا كواحد زملكاوي لما اشوف القرارات النارية ديت اخاف. كده النادي الاهلي وين ماشي صح، كده مجلس ادارتي خد بالك، لا ما اصل انا في نقطة عايز اقولها لك. في رباطية كده 3-4 لعيبة مع بعض في النادي الاهلي، القرار اللي ما بيعجبهمش من مارسيل كولر تلاقي ترابيزة الاجتماع حضرت وقعدوا ودودوا في ودان بعض. كابتن محمد رمضان خد باله من النقطة دي، وانا بقول لك ان النقطة دي اي لاعب هيعمل الترابيزة دي تاني بس نبر وعلى وشه على وشه، عشان يبقى مجلس ادارة النادي الاهلي وكابتن محمد رمضان يعيدوا هيكلة النادي الاهلي من جديد. اي لاعب مش هيلتزم بتعليمات مارسيل كولر ايا كانت ايه هي مش هيكون متواجد في النادي الاهلي. كهربا بنسبة 80% هيتعرض للبيع،
اسمع مني، القرار لسه ما طلعش رسمي، ولكن خد بالك القرار ده اول مسمار في نعش كهربا. اسمع مني، كهربا مش هيطول في النادي الاهلي في الفترة المقبلة، لان مشاكله كترت قوي 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 مع مارسيل كولر. طيب هنيجي لنقطة تانية مهمة جدا، وهي قلنا غرفة خلع الملابس في النادي الاهلي. انا بقولك ان هي مش بخير في الفترة الحالية. مارسيل كولر نفسه ما تحسش ان هو مارسيل كولر بتاع الفترة اللي قبل كده، بمعنى ان مارسيل كولر اتعرض عليه اكتر من عرض في الفترة الاخيرة، والراجل طلع قالك ان انا مستمر في النادي الاهلي. هل مارسيل كولر سيكون مستمر الفترة القادمة مع النادي الاهلي؟ هيكون مستمر، ولكن في حالة واحدة فقط، يفوز على نادي الزمالك، يعمل مباراة عالية جدا 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 مع نادي العين، هيكون مارسيل كولر مستمر مع النادي الاهلي. خلاف ذلك بقى كاريزما، سوف يكون مارسيل كولر على المحك، خاصة في حالة الهزيمة من النادي الاهلي من نادي الزمالك. يعني مارسيل كولر متواجد في النادي الاهلي، ولكن في حالة فوزه على نادي الزمالك والعين. في حالة فوز نادي الزمالك على النادي الاهلي وفوز نادي العين على النادي الاهلي، وين مارسيل كولر سيكون خارج حسابات النادي الاهلي. الفرصة الأخيرة لمارسيل كولر مباراة نادي الزمالك ومباراة العين، غير كده وأي نتائج غير الفوز مارسيل كولر هيركب الزحليقة. ده ممكن يكون تمهيدا لرحيل مارسيل كولر. أنا بقول لك بصراحة شديدة، في عروض معروضة على مارسيل كولر. مارسيل كولر قال لك أنا مستمر، ولكن بالوضع الحالي بعض الناس شافت مباراة سيراميكا إن هو خداع استراتيجي، وارد. ولكن لو استمر هذا الضحك من قبل مارسيل كولر في مباراة الزمالك، انا بقول لك ان نادي الزمالك هيكسب المباراة. كلنا شفنا مباراة النادي الاهلي مع نادي الزمالك في السوبر الافريقي. انا بقول لك كزملكاوي ما كنتش متوقع ابدا ان نادي الزمالك سوف يفوز على النادي الاهلي، ولكن حصل ونادي الزمالك فاز على النادي الاهلي. كلنا شفنا مباراة نادي الزمالك مع بيراميدز، وكلنا شفنا مباراة سيراميكا مع النادي الاهلي. هات لي واحد اهلاوي مطمن دلوقتي من اداء النادي الاهلي، هات لي واحد زملكاوي دلوقتي مطمن من اداء نادي الزمالك. ولكن الزمالك في ميزة ان هو ممكن يخطف الماتش، ممكن يعمل عكس التوقعات. لا تتوقع نادي الزمالك، وهكذا النادي الاهلي ممكن يكون في اسوأ حالاته ويفوز على نادي الزمالك، وارد جدا. ولكن انا بقول لك ان كابتن محمد رمضان سوف يعيد هيكلة لاعبين النادي الاهلي من جديد، وكابتن محمود الخطيب في ظهره في اي قرار ياخده. قال لك هنعرض القندوسي للبيع، اعرض يا باشا. قال لك رحل الكهرباء وغرام مليون جنيه، رحل يا باشا واحنا كلنا وراك. رحل يا باشا ومجلس الاداره وراك. جماهير النادي الاهلي قالت لك اعاده الانضباط واجبه، لان جماهير النادي الاهلي شايفه ان لاعبين النادي الاهلي مستهترين، مش مدين للنادي الاهلي حقه. فانا بقول لك ان مجلس اداره النادي الاهلي ورا كابتن محمد رمضان في اي قرار ياخده. انا بقول لك ان النادي الاهلي سوف يعود له الاستقرار من جديد على يد كابتن محمد رمضان. انت من وجهة نظرك الشخصية ما هو تعليقك على قرار كابتن محمد رمضان وعودة كهرباء الى القاهرة وغرامة مليون جنيه؟ وبكده نكون وصلنا نهاية كلامنا، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الحلقة تنول على اعجابكم. ولو عجبتك الحلقة كاريزما ارزع اللايك. سلام عليكم.